الفيتامين الاشهر اللي 3/4 الناس او 90% من الناس بيعاني من نقص في فيتامين د. النهارده خلاصه الخلاصه كل شيء عن فيتامين د، ايه هي اعراضه، ايه هي وظيفته، ازاي اقدر اعالجه بكل بساطه وسهوله. فيتامين د من اهم الفيتامينات في الجسم. وظيفه فيتامين د الاساسيه هي امتصاص وتوصيل الكالسيوم الى العظم في كل انحاء الجسم، زائد ان هو بيقلل من تجاعيد البشره، مفيد لصحه الاعصاب، زائد ان هو بيقلل من تساقط الشعر. اعرف منين ان انا عندي نقص في فيتامين د؟ طبعا عن طريق التحليل، بس التحليل فيتامين د للاسف غالي او مكلف شويتين. طب في بعض الاعراض اللي انا بستنتج منها بنسبه كبيره ان فيتامين د ناقص، ومعلومه جانبيه 8 من كل 10 سيدات بيعانوا من نقص في فيتامين د. طب ايه هي الاعراض اللي بعرف منها اذا كان عندي فعلا نقص في فيتامين د او لا؟ رقم 1 الام مستمره في العظام بشكل متواصل، وكل شويه اسمع صوت العظم بتاعي بيفرقع او بيطرقع، او بسمع صوت كأن في حكه خفيفه بين العظم، ده بيكون نتيجه نقص فيتامين د. رقم 2 الخمول، ودايما حاسس ان انا خملان ومفيش اي قدره ان انا اعمل اي مجهود، ده بيكون نتيجه نقص فيتامين د. رقم 3 الضوافر تبدا تقطم، ببدا احس ان ضوافري دايما ما بتطلعش وعلى طول بتفضل تقع لوحدها، ده نتيجه نقص فيتامين د. رقم 4 التجاعيد بتاعه الوش، ببدا احس ان انا سني او شكلي يديني سن اكبر من السن الحقيقي بتاعي، زائد تساقط الشعر من ضمن اسبابه. ونقص فيتامين د مش السبب الاساسي بس من ضمن الاسباب. برضو من ضمن اعراض نقص فيتامين د تقلب المزاج، كل شويه بمود، كل شويه بمزاج، شويه مبسوط شويه زعلان، فما بيفرقش ما بينهم ساعه، زائد ان انت تبدا تحس بالام في اسفل الظهر. يبقى هي دي الاعراض بتاعه نقص فيتامين د. ازاي اقدر اعالج نقص فيتامين د؟ وده ركز معايا فيها قوي لان فيه تريكايه كده في الاخر بتحسن الموضوع وبتسرع الدنيا معانا قوي. رقم 1 المصدر الرئيسي والاساسي لفيتامين د هو الشمس. فكون ان حضرتك مش بتتعرض لشمس يوميا في الفتره ما بين الساعه 6 للساعه 10 صباحا، فانت كده هيكون عندك نقص فيتامين د على المدى البعيد. يعني الجماعه اللي بيناموا متاخر وبيصحوا متاخر وبيصحوا بعد الظهر ما بيستفيدوش لفيتامين د، لان الشمس من بعد الساعه 10 واحنا طالعين ما بيكونش فيها الفايده الكامله نتيجه الاشعاعات اللي بتطلع منها. فافضل مصدر لفيتامين د هو التعرض لاشعه الشمس من 20 ل 30 دقيقه يوميا من الساعه 6 للساعه 10 صباحا. كل ما بنتعرض للشمس يوميا بشكل كافي كل ما هتقل عندك مشاكل نقص فيتامين د. رقم 2 الاكل، لكن للاسف الاكل مش بيكون كافي او مصدر اساسي لفيتامين د. زي مثلا لو عندنا نقص في الكالسيوم فممكن ناخده من الاكل، لكن فيتامين د في بعض الاكلات بتحتوي على فيتامين د لكن مش بكميات كبيره، زي الاسماك، زي البيض، زي الكبده، زي الجبنه القريش، زي الخضروات الورقيه. رقم 3 المكملات الغذائيه او الادويه اللي بتعوض نقص فيتامين د. طب الادويه دي بيكون لها شكلين، او فيتامين د له شكلين، فيتامين د 2 وفيتامين د 3، يعني فيتامين د 2 وفيتامين د 3. طب ايه هو الافضل؟ لا الافضل فيتامين د 3 لان هو بالصوره الفعاله النشطه بتاعته، يعني بيدخل جسمك فيتامين د مباشره مش لسه هيتحول او ينشط. ايه هو احتياج الجسم اليومي او الاسبوعي من فيتامين د؟ جسم الشخص البالغ مننا بيحتاج 50,000 وحده يوميه من فيتامين د. طبعا هو بياخد كفايته او بياخد المقدار اللي هو عايزه من الشمس وبيعوض شويه من الاكل. طب انت عندك نقص حاد في فيتامين د، انت بتعرفه عن طريق بقى التحليل علشان نعرف انت محتاج كام جرعه في اليوم. يعني المفروض النسبه الطبيعيه لفيتامين د من 25 ل 30، وفي بعض المصادر بتقول من 30 ل 40. فايا كان لو عندك فيتامين د اقل من 25 او اقل من 20 كده انت عندك نقص في فيتامين د. احتياج الجسم الاسبوعي من فيتامين د 50,000 وحده. طب الادويه اللي موجود فيها فيتامين د بيختلف تركيزها، عشان كده انت ما ينفعش تاخد فيتامين د غير لما بتكون عارف النقص عندك قد ايه، بحيث ان هي تتحدد لك الجرعه في 1000، في 2500، في 5000، في 10000، وفي 50,000. هل في مشكله لو انا اخدت فيتامين د بكميات اعلى من الطبيعي واللي اعلى من اللي جسمي محتاجها وعمال باخد في مكملات بجرعات عاليه من غير ما يكون عندي اصلا مشكله؟ فيه مشكله، لان فيتامين د من الفيتامينات الغير ذائبه، يعني الجسم ما بيقدرش يطردها. يعني لو دخل لجسمك كميات مضاعفه بكميات زياده عن الطبيعي من فيتامين د بتعمل لك مشكله بعد كده ان هي بتزود امتصاص الكالسيوم، لان وظيفته اصلا ان هو يمتص الكالسيوم، فبيعمل لك ترسب للكالسيوم في الكلى، فممكن يعمل لك لا قدر الله تسمم. طب ايه هي بعض الحاجات الاضافيه اللي انا ممكن اعملها علشان تحسن من امتصاص فيتامين د معايا؟ رقم 1 ابعد عن التوتر والاكتئاب والعصبيه المفرطه، لان كل ما هتتعصب كل ما هتكتئب الكورتيزول بيبدا يزيد في الجسم. الكورتيزول بيكسر فيتامين د، بيقلل من امتصاص فيتامين د، فحاول انت تتجنب قدر المستطاع من التعصب والتوتر لفترات طويله. رقم 2 من اشهر الاخطاء الشائعه اللي بعض الناس بتعملها اللي بيمشي على نظام دايت ما فيهوش دهون مفيده خالص، يعني داخل مانع الدهون كلها، ما بياخدش اي دهون في النظام بتاعه. الدهون الوظيفه بتاعتها ان هي بتاخد الفيتامينات وتوصلها للجسم، فبالتالي انت لو
وما بتاخدش دهون، فبالتالي الفيتامينات دي مش هتعرف توصل للجسم، فهيكون عندك نقص في الحديد، نقص في الزنك، نقص في المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د والكالسيوم. فلازم النظام بتاعك يكون بيحتوي على نسبه دهون، لكن دهون مفيده. لان نقطه جانبيه، انت لو منعت الدهون تماما هيحصل لك بعد كده على المدى البعيد مشكله في المراره، فالدهون تدخل بكميات معينه ومصادر نظيفه، ما ينفعش منع الدهون منعا باتا. النقطه الثالثه بقى والتركات الصغيره قوي اللي هتفرق معاك، حاول وانت بتاخد فيتامين د ان انت تاخد معاه اوميجا 3، لان اوميجا 3 بيحسن من كفاءه الدهون بتاعه الجسم، بيخلي الدهون اللي هي النظيفه الاتش دي ال يكون عالي. فكل ما الدهون النظيفه او المفيده بتاعه الجسم بتكون عاليه، كل ما امتصاص فيتامين د بيكون سريع ونشط وعالي. فحاول وانت بتاخد فيتامين د تاخد معاه اوميجا 3. طب هل انا لازم اخد اوميجا 3 كحبوب؟ احنا ممكن نستعيد بالحبوب عن طريق ان احنا بناخده من الاكلات زي المكسرات، زي المحار، زي الاسماك، زي زيت جوز الهند. لكن لو انت مش هتعرف تاخد ده فبتاخده عن طريق مكمل. كده مش هيكون عندك نقص فيتامين د، وكده اكون شرحت لك كل شيء يخص فيتامين د من الالف للياء: وظيفته، اعراض نقصه، فايدته، اهميته، علاجه، موجود في الشمس، موجود في المكملات، الدواء تاخده ازاي، نسبه التحليل المفروض تبقى كام، واحسن تريكات تعملها عشان تاخد فيتامين د. والسلام عليكم.